والشرطة لتسهيل حركة المرور هي جهاز الهاند فيو الموضوعي على مستوى سيارات الشرطة والمرتبط بالحوامة الجوية التابعة للأمن الوطني التي تخرج في طلعات يومية لرصد مختلف النقاط السوداء، مرسلة الصور العاكسة لوضعية الطرقات ورصد مختلف النقاط السوداء، ومنه يتدخل رؤساء المصالح بصفة آنية بعد مشاهدتهم للصور الملتقطة. هي تكنولوجيا تعد سابقة وخطوة هي الأولى من نوعها، ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني العمل بها لتسهيل حياة المواطنين الجزائريين الذين يتكبدون عناء الازدحام يوميا. تم تجنيد حوامات الوحدة الجوية الوطني للمساهمة لتسهيل حركة المرور على مستوى المدن الكبرى، حيث يتم طلعات يومية عندما تكون هذه الحركة المرورية تشهد ذروتها. تم تدعيمها بجهاز متنقل يتم تركيبه في مركبات، وهذا يكون هذا الجهاز يكون تحت إشراف قائد تشكيل، وهذا لتمكين التدخل بصفة آنية وبصفة مباشرة. هذا وتسمح هذه التكنولوجيا التي تنضوي في إطار عصرنة جهاز الأمن بتسهيل عمل أفراد الأمن الذين يتلقون تعليمات من رؤساء مصالحهم للقضاء على الانسداد الذي تورينا الحركة المرورية، باش احنا بصفتنا رئيس مصلحة ورؤساء المصالح كذلك يقوموا بإعطاء تعليمات لأفرادهم باش يسهلوا الحركة المرورية من خلال الصورة اللي شاهدوها من عند الهليكوبتر. ولوج جهاز الأمن عالم التكنولوجيا الحديثة وعصرنة مصالحه من شأنه ضمان احترافية أداء أفراد الأمن وتسهيل حياة المواطنين. اللهم كثر حسادنا، اللهم كثر حسادنا، اللهم كثر حسادنا.